من غير لف ولا دوران من النهارده، ولا هتلفي ولا هترولي. طب ايه ده يا صفاء؟ هي في كيكه بتتلف وبتترول؟ لا دي مش كيكه، ده شوريك. شوريك ايه؟ انت بتضحك علينا؟ لا والله ما بضحك عليكم، تعالوا هوريكم ده شوريك ولا مش شوريك. دي وصفه اختي حبيبتي، ربنا يخليها لي يا رب وما يحرمنيش منها، وهي اختي الكبيره وتعتبر امي بعد ماما الله يرحمها. يا رب ربنا يديها على قد نيتها ويريح بالها يا رب العالمين. تعالوا نشوف الطريقه. معانا هنا كيس من الخميره الفوريه، وهننزل عليه ب3 معالق من السكر. لو حابه ان انت تكتري في السكر كتري، انا هنا حطيت 3 معالق عشان مش عايزينها مسكره. تمام. حطينا هنا كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الميه، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما الخميره كل الحبيبات بتاعتها تدوب في الميه. ولازم وضروري كل الحبيبات تدوب في الخليط ده. خلاص. قبل ما ننزل بباقي المكونات هننزل هنا بقى ببيضتين، دي بيضه وادي التانية. تقدري كمان تعمليها ببيضه واحده، بس انا هنا عملتها ببيضتين عشان الصينيه بتاعتي كبيره. هنقلبهم كده لحد ما البيض يختفي معانا، وبعدين هننزل هنا بربع معلقه من الفانيليا وربع معلقه من الملح. هننزل هنا بنص كوبايه من الزيت، وكمان هننزل بمعلقتين من السمنه بدرجه حراره المطبخ يا بنات. بس لازم قبل ما ننزل بالزيت والسمنه نتاكد ان الخميره دابت كويس في الخليط الاولاني. هننزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق، وهننزل بيهم بالتدريج. مع اول كوبايه كده هنحط معلقه ممسوحه من البيكنج باودر. هنقلب فيها كده اهو زي ما انتم شايفين لحد ما اول كوبايه كده تختفي، وبعدين هننزل بالكوبايه التانية وهنفضل نقلب كده اهو. وانا كنت متعمده ان انا اشتغل بالمضرب السلك النهارده، المضرب اليدوي، بس شوفوا بهدلت الدنيا ازاي. كنت متعمده ان انا اشتغل بالمضرب اليدوي عشان لو في حد يعني مش متوفر عنده العجان يعرف يعملها. خلاص بعد ما عملت كده وتقلت معايا العجينه، شلت المضرب اليدوي خالص ونزلت بالمعلقه الخشب. هنا لقيت العجينه تقيله معايا، زودت لها شويه ميه زي حوالي نص كوبايه. هنا في صينيه بقى مدهونه نزلت الخليط، ولازم الخليط كده يبقى اتقل من الكيكه بشويه. سويت الوش كده بشويه ميه، بلت ايدي يعني، وسويت الوش. هسيبها تختمر لمده نص ساعه، وبعد نص ساعه هجيب شويه كده من العسل متزودين مع ميه. تمام. وهندهن بقى الوش كده اهو بالراحه جدا عشان الخمور اللي اتخمرت فيه العجينه ما يفشش. احنا مش عايزينه يفش، احنا عايزين يبقى الخمور زي ما هو. هنيجي هنا بقى بحوالي معلقه كده من السمسم على معلقه من السكر، وهنوزعها على الوش كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية. بتدخل فرن سخنة على اعلى درجة حرارة، وبتقعد على الرف الوسطاني لمدة 10 دقايق على درجة حرارة عالية، وبعد 10 دقايق بنوطي على 180 درجة او على النص، وبعدين بنسيبها من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب الفرن بتاعتك عاملة ازاي. بتبقى عينك عليها وتختبري السوا بتاعها، وبس كده بتطلع قمر.